السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نناقشوا واحد الموضوع مهم جدا لأي واحد عنده موقع إلكتروني، بغض النظر على النوع ديال الموقع الإلكتروني، واش معرض أعمال، واش صفحة هبوط، واش موقع ديال التجارة الإلكترونية. بغض النظر على الموقع اللي عندك، فتنظن أنه من المهم أنك تتعرف على هذا الموضوع وتاخذ القرار ديالك. وهذا الموضوع كيتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتحديدا بالروبوتات ديال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كيعتمد على واحد الروبوتات اللي كيتسموا لي بوتس، باش يجلب ولا يبحث على المحتوى الجديد، باش يطور راسو ويطور من القدرات ديالو. فانت كشخص عندك موقع الكتروني، فعندك هذه الامكانيه، يا اما تسمح لهاد البوتات انها تدخل الموقع ديالك وتستافد من المحتوى اللي عندك، او انك تمنع هاد البوتات وما تخليهاش تدخل الموقع ديالك. إلا مشينا مثلًا لCloudflare، إلا كنتِ بطبيعة الحال كدير الإدارة ديال الDNS وبالتالي الحماية ديال الموقع ديالك عن طريق الCloudflare، فCloudflare عنده واحد الميزة. إلا مشينا للموقع ديالك ومشينا للsecurity على هاد الشكل ومشينا لBoots، مشينا لهاد الخيار اللي ما كانش بطبيعة الحال، هاد واحد الميزة جديدة ضافتها Cloudflare الإمكانيات ديالها، وهي الخيار ديال Block AI Bots. فهاد الخيار كيمكنك من أنك تبلوكي، من أنك تمنع البوتات ديال الذكاء الاصطناعي من أنها تدخل الموقع ديالك. فيكفي أنك تفعّل الخيار على هاد الشكل، بطبيعة الحال غادي يتم المنع ديال هاد البوتات، وهاد البوتات ما تقدرش تدخل للموقع ديالك، بالتالي ما غاديش تستافد هاديك البوتات من المحتوى ديال الموقع ديالك، إلا كنتِ أنت بطبيعة الحال باغي هاد القضية، لأنه بزاف ديال المواقع الكبيرة كتمنع البوتات ديال الذكاء الاصطناعي من أنها تدخل للمواقع ديالها.